السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم حنشوفوا قراطة تاع السلق. تقدروا ديروه كيما نقولوا للعشاء ولا الغدا. آه ويجي بزاف بنين، ما يشدش بزاف الوقت. ولا عجبتكم لا فيديو ما تنسونيش بالجيم والبارطاج، واللي أول مرة يشوف القناة ما تنسوش تشتركوا هكا باش يلحقكم كامل جديد. بسم الله نبداو على بركة الله. عندنا 4 حبات بطاطا، قشرتهم غسلتهم قطعتهم هكا شرائح مدورين، ما يكونوش كبار وما يكونوش رقاق بزاف. درت لهم 4 مغرفة صغيرة ملح و4 مغرفة صغيرة فلفل كحل و4 مغرفة صغيرة كمون، وخلطتهم كامل هكايا ودرتهم في الكسكاس، درتهم يفوروا باش هكا باش يحافظوا على كيما نقولوا القيمة الغذائية ديالهم. نتوما تحبوا تغلوهم ولا تحبوا تقليوهم كيما تحبوا. نديرهم على نار تكون متوسطة ونخليهم كي يدخلوا فيهم الموس، كيما نقولوا الموس يدخل، يعني هذيك البطاطا تاعكم تكون فارت وتنحوها. ونزيد نجيب هنا حبة بصل تكون متوسطة قطعتها هكا صغيرة في المقلاة على نار متوسطة. درت 3 مغارف زيت وضفت لها داك البصل ونخليه كي يدبال هكايا كيما راكم تشوفوا. نروح نزيد نضيفله زوج سنات تاعتهم يكونوا كبار، لا كانوا شويه صغار ديروا 3 سنات وخليه هكا يتقلى غير شويه، ما تخلوهش يتحرق هكا باش ما يطلقش واحد المروريه. وكما نقولوا من فتره الاخرى لازم الواحد يحرك هكا باش ما يتحرقش. وهنايا جبت ربطه تاع سلق، نقيتها غسلتها كامل قطعتها هكايا صغير كيما راكم تشوفوا. السلق غني بزاف بالفيتامينات والمعادن ومليح للنمو تاع الجسم تاع الأطفال، ويقوي كيما نقولوا يدير الطاقة، ومليح تاني لا كونستيباسيون تاني، فيه بزاف فوائد. ومن بعد نزيد نضيف نص كاس تاع الماء، نزيد نضيف 4 مغرفة صغيرة ملح و4 مغرفة صغيرة تاع فلفل أسود و4 مغرفة صغيرة كمون، ونخلطهم هكايا كامل مليح ونخليه كيما نقولوا نخليه يطيب على نار متوسطة. وهنايا نروح نجيب بلاطو تاع الفوق اللي يكون عندكم، ضفت له مغرفة كبيرة تاع الزيت ولا تقدروا الزبدة ولا زيت زيتون، يعني كيما تحبوا هنايا واش ديروا تدهنوا البلاطو تاعكم. وهنايا جبت هذيك البطاطا بعد ما فارت، ندير الطبقة الأولى هاي اللي كستفتها كامل البطاطا. هذيك البطاطا قسمتها على كيما نقولوا على زوج، نص درت الطبقة الأولى ومن بعد زدت جبت هذاك السلق هاوليك بعد ما طاب لي خليته يبرد. وهنايا رحت درت صوص فرomاج، صلصة تاع الجبن، ولا تحبوا ديروا صوص بيشاميل كيما تحبوا. درت مغرفة تاع الزبدة ولا لا مارغرين خليوها تذوب. نزيد نضيف 2 مغارف كبار تاع فرينة ونبقى غير نحرك هنايا كي نشوفها تخلطت مليح هذيك الفرينة مع هذيك الزبدة هذيك. نروح نضيف كاس الاول تاع الحليب ونخلط مليح. نخلط مليح حتى تحسوا ديك الفرينة تحلت مليح مع الحليب. ومن بعد نروح نزيد نضيف الكاس الثاني، واحد هنايا نص لتر تاع حليب ونخلط هكايا مليح. كي تشوفوها تخلطت مليح بدا يتقال معاكم، ضيفوا 3 مغارف كبار تاع فرomاج تاع الجبن، ولا تقدروا ديروا 3 هذوك 3 حبات فرomاج، تقدروا ديروا اي نوع تاع فرomاج اللي يكون عندكم. تبقاو غير تخلطوا هكايا مليح. كي تشوفوا هاد لاصوص فرomاج تاعكم بدات تتقال، هنايا انا ما حبيتهاش تتقال لي بزاف باسكو باش الكراطان هذاك يجي مشمخ ما يجيش ناشف بزاف. وزدت لها رشه تاع فلفل كحل ورشه تاع ملح وزدت خلطهم هكايا غير شويه ونحيتها.
حتى تحصلوا هاوليك على هاد القوام هذا اللي راكم كيما راكم تشوفوا. دوك نوريكم المغرفة كيفاش يجي، شوفوا كيفاش يجي. ما درتوهاش بزاف ثقيله. راح ضفتها لهذاك السلق اللي كنت ديجا وجدته من قبل، ومن بعد نخلط هكايا مليح، نخلط هذيك لاصوص مع هذاك السلق، وزدت ضفت لهم حبات عبيد. تحبوا ديروا حبه عبيد ولا زوج حبات ولا هاي ليك، ويجي بزاف بزاف بنين. قلت لكم ولادكم طيبوه لهم بهذه الطريقه حيعجبهم بزاف. وهنايا نقسموه على زوج، ندير نص طبقه، ندير الطبقه الاولى تاع السلق، يعني الطبقه الاولى تاع بطاطا زدت لها طبقه تاع السلق تاع هذا السلق، ونروح نزيد نجيب البطاطا اللي قعدت لي، نزيد نستفها كامل نوزعها هكايا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نروح نزيد نضيف هذاك السلق اللي قعد لي. تقدروا ديروا طبقه واحده تاع بطاطا وطبقه تاع السلق، يعني كيما تحبوا، هذه جا تولي ليكم. شوفوا اي واحد ما يحبش السلق يطيبوا بهذه الطريقه كما نقولوا امبوسيبل ما يعجبوش، يجي بزاف بزاف بنان. مام هذيك لاصوص فرomage تجي بزاف بزاف بنينه. هاي ليك، وزيد زينتو هكايا شويه بفرomage غابي، هذا جوغ زياده، هذا تحبوا ديروه ما ديروش كيما تحبوا، هذا برك باش زينت به. ودرتو على 180 درجه قيس ما يحكم برك روحو. زدت شعلت له من التحت ومن بعد من الفوق بس ما يتحمر برك هكا شويه. وراني دوك نقسم معاكم تشوفوا كيفاش جا روعه. غير كيما نقولوا جربوا بهذه الطريقه يجي بزاف بزاف هايل وبنين، وكيما نقولوا راهو غني بالفيتامينات والمعادن والالياف يعني حاجه كيما نقولوا راهي حاجه بزاف بزاف هايله. هذه هي. ولا عجبتكم الفيديو ما تنسونيش بالشام والبارطاج، واللي اول مره يشوف القناه ما تنساوش تشتركوا، هكا يلحقكم كامل جديد. والى وصفه جديده ان شاء الله. تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.